وبعد أحيي الحضور الكريم السادة الكرام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نفتتح به هذا اللقاء وهذا اليوم استماع إلى النشيد الوطني، فنقف وقفة إجلال وإكرام لتضحيات الشهداء في هذا اليوم المبارك. السادة الكرام، أما بعد بمناسبة اليوم الوطني للبلدية هو 18 جويلية من كل سنة، تشاركت بلدية سيدي داود العريقة في تاريخها إلا أن تكون في مستوى هذا الحدث الوطني الهام لإحياء هذه المناسبة، لتكون تقليدا يحتذى به خلال السنوات الجارية. والآن كلمة ترحيبية نوجهها إلى كل السادة الحضور بأسمائهم: رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد عبد النور توكال، الأمين العام لدائرة برلية السيد فؤاد مصباح، ممثل الجيش الوطني الشعبي الرائد عدون، الأمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين، نواب البرلمان السادة حيدش نبيل، السيد دايم الله رابح، أعضاء المجلس الشعبي الولائي لولاية بورداس، رؤساء البلديات الذين شرفونا بحضورهم، منهم رئيس بلدية كورقة، رئيس تقسيمة الموارد المائية السيد عبد الصمد أبو الأكرم، رئيس تقسيمة الفلاحة السيد أشماوي، ممثل الغابات السيد وعمرة، رئيس تقسيمة التجهيزات السيد خليفي علي، رئيس البناء والتعمير السيد دواج حميد. رحب بأعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي داود ورؤساء المصالح والعمال البلدية الحاضرين معنا اليوم. نرحب بجميع العمال إذن، ودمتم فخرا وذخرا لهذه البلدية. نرحب بالذين التحقوا بنا الآن، رجال ونساء، وها هي المرأة تثبت حضورها في العمل السياسي وفي النشاط التنموي وفي العمل الجمعوي، فمرحبا بكم ثانية. كلمة الآن لرئيس البلدية، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أحييكم تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضورنا الكريم، سواء نواب البرلمان السيد دايم الله والسيد نبيل حيرس، أعضاء المجلس الولائي كلهم باسمهم بمقامهم،
يزيد، الأخ معيوب، الأخ بن قريش، رئيس قسم المجاهدين، ممثل فرقة الترك الوطني الذي غادرنا لظروف، ممثل الفرقة العسكرية، رؤساء التقسيمات، لا ما ننسى رؤساء الجمعيات الناشطة على مستوى بلدية سيدي داود. وفي الأخير وهو يوم البلدية، أهنئ وأشكر عمال بلدية سيدي داود باسمي وباسم المجلس الشعبي البلدي، باسمي وباسم النواب وأعضاء المجلس البلدي. أشكرهم ونقول لهم بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة على المجهودات اللي راكم تقدموها للبلدية، والمجهودات تاعكم هي مجهودات هي خدمة للشعب، الشعب اللي راه ينتظر منكم بزاف. حنا الحاجة المعروفة انه المواطنين يخزروا في البلدية، باسكو هي الحلقة الوصل الأولى بين المواطن وبين السلطات العليا اللي راهم يترجوا منا حوايج كبار. لذا احنا واجبنا انه نسهر على العمل، ان نقدم واش نقدروا نقدموا، كل في مقامه، كل في مكانه، سواء من رئيس البلديه للنايب لرئيس اللجنه، العمال الشبابيك سواء ليطا سيفيل ولا التكنيك ولا المصلحه البيومتريه، بلا ما ننسى اي سيرفيس. نقول لهم يعطيكم الصحه، وان شاء الله كل عام ان شاء الله انه الف خير، وربي يوفقكم في اداء مهامكم. لذا وبكل صدر بكل فخر احنا كان هدفنا من هذا اليوم، واستغلينا هذا اليوم لتكريم عمال البلديه، يعني تكريم العنصر الفاعل في البلديه، بس البلديه ماهيش هيئه، ماهيش هيكل. البلديه هي روح، البلديه هي عمال، البلديه هي تشابك اطارات. هذه هي البلديه اللي تقوم بخدمه للشعب، الشعب بلديه سيدي داود، لانه في الاخير راح يستفاد الشعب. اذا كانت الامور مهيئه ولا كانت الظروف مهيئه راح يستفاد الشعب بلديه سيدي داود من هذا التكاتف، من هذا العمل الجبار اللي راح يقوموا به. لا ننسى بالاخص عمال النظافه اللي راهم يقوموا بجهد كبير. نقول لهم يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وان شاء الله كما يقولوا احنا هذا تكريم، هو الا تكريم رمزي، ما نقدروش نوفوكم حقكم، لان البلاد النظيفه راهي تعطي صوره عن البلديه، تعطي صوره على قيمه البلديه، تعطي صوره على عمال النظافه اللي راهم يقوموا بهذا العمل. ويعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، ما نطولش عليكم، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم، وكل عام ان شاء الله تكونوا بألف خير، وتكونوا ان شاء الله في المستوى المطلوب. شكرا للجميع، شكرا للحضور الكريم، كل باسمه وبمقامه، لما ننسى حتى واحد. رئيس بلديه تاولقا نشكره على الحضور، رؤساء الجمعيات الناشطه، جمعيه الصيد البري والبحري، جمعيه المجتمع المدني، جمعيات الرياضات الفرديه، رئيس البلديه السابق نور الدين راه شرفنا بالحضور وبارك الله فيه. ان شاء الله وهذه هي الكونتينيتي، هذه هي الاستمراريه. راح نقوموا بعمل اللي راح يكمل في المستقبل ان شاء الله من طرف مجالس اخرى ان شاء الله، اللي يكون الهدف تاعهم هو مواطن بلديه سيدي داود. وشكرا. شكرا سيد رئيس البلديه، رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلديه سيدي داود. كما هو معروف فعلا البلديه هي الخليه الاساسيه في التنظيم الاداري للبلاد للوطن. البلديه هي تحقيق اللامركزيه، البلديه هي الوسيط بين السكان والسلطات العليا. فرئيس الامين العام للدائره ابى الا ان يشاركنا في هذا اليوم، فنتمنى نسمع منه كلمه بهذه المناسبه، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على سيدنا محمد خاتم الانبياء. السلام عليكم حضور الكريم، شرف كبير لي نكون حاضر في وسط عمال وموظفين بلديه سيدي داود نشاركهم الاحتفال هذا. كما قال رئيس البلديه ما نقولوا معاه حتى كلش، البلديه هي كل شيء، مصغر كبير، هي همزه وسط بين المواطن والدوله، هي البلديه. انشغالات المواطنين يتجسدوا عند رئيس البلديه ان شاء الله. واش نقدر نقول لكم؟ شرف كبير لي اني قاعد معكم اليوم.
وان شاء الله كل عام نشوفكم بخير ونشوفوا بين سيدي داود في ازدهار اكثر واكثر، وربي يحفظكم كامل ان شاء الله، وشكرا. شكرا تحياتنا. باسم نواب البرلمان وممثلين عنهم يتشرف السيد دايم الله رابح بكلمة ترحيبية في هذه المناسبة الكريمة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بدعوة كريمة من صديقي وأخي عبد النور رئيس بلدية سيدي داود، تشرفت وفق زميلي النائب رحيش نبيل وأعضاء المجلس الشعبي الولائي. تشرفت وسعدت بهذه الدعوة في يوم 18 جونفي، يوم البلدية ل 32 بلدية. الله أعلم ما على باليش البلديات الأخرين أحياو هذا اليوم ولا ما أحياوش، مي سيدي داود راهي رائدة في هذه المناسبات، يعني كل مناسبة إلا وتكون تماركي الحضور تاعها. أنا نشكر سيدي الرئيس ونشكر عمال بلدية سيدي داود، وأنا قريت السوية تاعي في سيدي داود 79 83. دونك أنا وليد بلدية مجاورة، وليد كابتنات، وليد بنوة، دونك راني نائب. نشكروا كل عمال بلدية سيدي داود على العمل اللي يقوموا به، ونشكروا سيدي الرئيس والمجلس الشعبي البلدي اللي راهي قايم على هذه البلدية في هذه المناسبة. نشكر الجميع وبارك الله فيكم. ممثلا عن اعضاء مجلس الشعب الولائي وليتفضل بكلمته مشكورا السيد زيان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السادة الحضور كل باسمه وبمقامه، السادة نواب البرلمان، السادة أعضاء المجلس البلدي، إن شاء الله كما عودتنا بلدية سيدي داود وفي كل احنا نكون من بين الحضور. هذا شرف ووسام نضعها على صدورنا، وإن شاء الله هذا اليوم يكون سنة حميدة في كل عام. ما أريد أن أقوله أني أتقدم بالتهاني إلى كافة عمال بلدية سيدي داود، من خاصة أذكر منهم مهندسين نظافة، نقول لهم جزاكم الله عنا كل خير، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ويعطيكم الصحة وبارك الله فيكم. شكرا جزيلا. نشرع في تقديم التكريمات في هذه المناسبة لتكريم من بذلوا قصارى جهدهم وقدموا تضحيات كبيرة لسبيل سير مصالح وشؤون هذه البلدية. كما هو معلوم تم تكريم رئيس دائرة بغلية من طرف السيد رئيس البلدية توكال عبد النور، وغادرنا بالتزاماته عذره معه. الآن مع التكريم الثاني، تكريم الأمين العام لدائرة بغلية من طرف رئيس البلدية. قدمها له رئيس البلدية مشكورا. تحت تحياتكم. شكرا. تكريم الموالي، تكريم الأمين العام السابق لبلدية سيدي داود حميطوش، حسين حميطوش، يتفضل يسلمها له رئيس البلدية حسين حميطوش أو ممثلا عنه أمين العام السابق لبلدية سيدي داود. رئيس بلدية كونية يسلم تكريم من طرف رئيس الشعب البلدي سيدي داود.
شرفنا بحضورك. شكرا. الأمين العام السيد مسعودي كريم. مسعودي كريم سلمها له سيد الأمين العام للدائرة. يتفضل مشكورا. شهادة شرفية. إذا الحسين حميدوش أمين العام السابق سلم الهدية نتاعو الشهادة، سلمها له رئيس بلدية تورقة اللي خدم سنوات في هذه البلدية، والآن حل محله الأمين العام الجديد مسعودي كريم. نتمنى له إقامة طيبة في هذه البلدية وعمل موفق إن شاء الله. التكريم الخامس نشرع الآن بتكريم رؤساء المصالح، رؤساء المصالح الإدارية للبلدية. كما هو معلوم ما يقدموه من خدمات لجماهير سيدي داود شيء عظيم في مختلف المجالات. نبدأ مع نورين محمد، وهذو يعني معروفين بأقدميتهم في هذا المنصب، أكثر من 30 سنة عمل، مسيرة مهنية حافلة بالمجد. نشكرهم. نورين محمد. بعد تكريمه من طرف رئيس مجلس الشعب البلدي السيد توكال عبد النور، نورين محمد يحيي الحضور. تفضل معنا لاستلام الهدية. هدية طيبة إن شاء الله، مرفوقة بشهادة شرفية. صورة ثرية سيد نورين. نورين محمد بعد 30 سنة عمل لابد قلنا كلمة وتبعات على هذا التكريم اليوم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة الحضور، زملائي زميلاتي، لا يسعني في هذا الحفل الكريم إلا أن أشكر كان في هذا أنه أول مرة أكرم في بلديتي، وكنت قد كرمت عدة وجوه من هذه البلدية، وجوه ما زالها عايشة معنا، ووجوه غادرتنا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته. ولا يسعني في هذا اليوم أن أشكر الجميع وأوجه كلمة لزملائي وزميلاتي أن يكونوا في مستوى هذه البلدية، يكونوا هم قدوتهم، هم قدوة لهذه البلدية، لأنها بلدية غنية بشبابها، بإطاراتها، بمجاهديها، وبرجالها الخيرين. نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا محمد على هذه الكلمات المعبرة. وفعلا كنت في مستوى الاحترافية في المنصب الذي توليته، وهذا لا يكفي، هذا مجرد تكريم يعني معنوي. مهما قدمنا لك فما نوفيوش بالمجهودات اللي بذلتها انت ورفقائك في البلديه. ننتقل للتكريم اللي بعده الان مع افراح محمد. افراح محمد تفضل مشكور معنا. واحد من أهمية المصالح البلدية.
اللي عاش معنا سنوات يتفضل بتكريمه. يتفضل بتكريمه السيد الرائد ممثل على الجيش الشعبي الوطني، نيابة عن العقيد يتفضل بتكريم السيد إفراح محمد مع استلام الشهادة شرفا. إفراح محمد بعد هذا التكريم التفاتة طيبة من طرف البلدية، هل من كلمة تقولها؟ السلام عليكم. كلمة قصيرة يسرني ويشرفني أن أكرم بينكم. بارك لكم بارك لكم. شكرا. والآن مع قادوش عمر نلتحق من الآن، والصدفة خير من ألف ميعاد. السيد عمر قادوش يتكرم الآن، واحد من أعمدة المصالح على الحالة المدنية. مدة العمل في هذا المنصب 33 سنة. إذا مسيرة طويلة مليئة بالمجهودات والإخلاص والتفاني. يتفضل بتكريمه السيد نائب البرلمان دائم الله ذبح مشكورا. تفضل عمر. صورة تذكارية. عمر قدوش تفضلوا معنا هنا نسمع كلمتك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الحضور. السيد رئيس الشان البلدي ونشكر كل الحاضرين على هذه المبادرة تاعهم، ونتمنى لهم يفكرونا بهذه المناسبة إن شاء الله، ونتمنى الخير إن شاء الله. شكرا لك عمر. الآن ننتقل إلى نخبة أخرى من التكريمات، مجموعة أخرى من التكريمات، وهي تكريم المتقاعدين. عمال البلدية من المتقاعدين، والبداية تكون مع السيد بحمد محمد إذا حضروا معنا. يتفضل السيد الأمين العام للدائرة بتقديم هذه الهدية للسيد بحمد محمد. إذا يستلمها نيابة عنه سفيان زنود ممثلنا عن المجتمع المدني مشكورا. إذا بحمد محمد من الذين أخلصوا في عملهم وبذلوا سنين من العمل في هذه البلدية. دومر عبد القادر يتفضل من العمال المتقاعدين ايضا. يتفضل بتسليمه الهديه السيد
حرش نبيل حرش رحيش نبيل عضو البرلمان. شكرا. سندود بوعلام الآن. سندود بوعلام إذا حاضر معنا يتفضل. سندود بوعلام تفضل مشكورا. يتشرف بتكريمه سبب الجائزة أمين الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الصادق سبب. تفضل. شكرا. شكرا على المجهودات اللي بذلتها طيلة مسيرتك المهنية السيد سندود بوعلام. بعدها قادوس رشيد. قادوس رشيد تفضل بتكريمه السيد عضو مجلس الشعب الولائي. عضو مجلس الشعب الولائي تفضل معنا لتكريم والخوجة لتكريم السيد قادوس رشيد من الصف. شكرا. صورة الكرية السيد قادوس رشيد عضو مجلس الشعب الولائي. شكرا بارك الله فيك. ننتقل الآن مع الحضور الكريم إلى مجموعة أخرى نخبة أخرى من العمال اللي لازم نديروهم دايما فوق راسنا. كل المجتمع يفتخر بإنجازاتهم لأنهم أحد المصالح اللي ما نقدروش نعيشوا فيها من دونهم. فإذا تعطلوا أو ما عملوش يومين أو ثلاثة كل بلدية وكل الوطن رايح الصورة تاعو تشوه. إذا عمال البيئة عمال النظافة يتفضلوا الآن مع هذه التكريمات اللي هي التفاتة معنوية، يعني مهما نعطوهم ما ننفيوش حقهم ومجهوداتهم. مهنة الأخطار، مهنة الليل والنهار، مهنة المتاعب. السادة يحضروا معنا حامد زين، خواص عثمان، وعراب عبد القادر وجمعات فتح حاضرين يتفضلوا عندنا. يتفضلوا يشرف بتكريمهم السيد زيان يزيد يوسف خوجة عضو مجلس الشعب الولائي. يتفضل بتكريم هذه النخبة أو هذه المجموعة. حامد زين، خواص عثمان، وعرب عبد القادر، جمعات فتح. الأربعة هذو يتفضلوا لاستلام الهدية.
الصورة الكريمة مع رئيس مجلس الشعب البلدي والحضور الكريم. ممثلا على المجموعة زيد يتكلم باسم المجموعة نتاعو باسم عمال النظافة، فليتفضل من كلمة. السلام عليكم ورحمة الله. نشكر رئيس مجلس الشعب البلدي وكل المسؤولين على هذا التكريم، وإن شاء الله تكون فرصة أخرى إن شاء الله على تكريم آخر إن شاء الله. إن شاء الله مزيد من التكريمات مع مزيد من العمل المجهود في مستقبل الأيام إن شاء الله، مع مجموعة ثانية الآن من عمال النظافة. يتفضل السيد بنقريش خالد عضو مجلس الشعب الولائي ولاية بومرداس لتكريم نخبة أخرى، وهم السادة وعراب عز الدين حمداني خالد وعراب عز الدين حمداني خالد، حجر الفتح، عطاش قانوني، أعيد وعراب عز الدين حمداني خالد، حجر الفتح. السيد بقريش عضو مجلس الشعب الولائي يتشرف بتكريمهم في هذا اليوم الوطني للبلدية، بلدية سيدي داود. رفقة رئيس البلدية صورة تذكارية مجموعة. إذن يأبى الحضور إلا أنهم يشاركوا هذه المجموعة في هذه الصورة التذكارية، وما هذا إلا التعبير عن الاحترام والتقدير لكل جهد لهذا المحور من العمال وعمال النظافة، لأن النظافة من الإيمان، فأجركم عند الله سبحانه وتعالى. المجموعة الثالثة سكاس ربح مرجان والناس، سكاس يستعدوا مرجان والشيح مروان قاسم ناصر. ندعو السيد معيوب الأمين للشعب الولائي لتكريم هذه المجموعة. سكاس ربح مرجان والناس والشيح مروان قاسم ناصر. مرجان والناس الشيخ مروان قاسم ناصر. سكاس رابح مرجان والشيخ وقاسم. الشيخ قاسم ناصر. صورة تذكارية للمجموعة.
صورة الكريمة صورة الكريمة المجموعة. شكرا، تحياتكم تحياتكم. بارك الله فيكم. شكرا شكرا. طبعا مجموعة ثالثة ومجموعة رابعة تكون من هنب على موسي كمال يتفضلوا استلام الهدية. أعيد هنب على وموسي كمال. عبد الصمد أبو الأكرم رئيس الموارد المائية لتكريم عمال النظافة موسي وهناب. السيد موسي وهناب. هنب على موسي كمال. صورة تذكارية مع المجموعة. هيا تحية لعم النظافة بصفة عامة. تحية حارة. شكرا شكرا. الحضور الكريم السادة الأعزاء، نقطة نظام ضيفنا راح يغادرنا لالتزاماته نعذروه، لكنه لابد يقول كلمة قبل ما يغادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. سيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي داود، سادة نواب البرلمان، سيد الأمين العام للدائرة، سادة أعضاء المجلس الشعبي الولائي، الحضور الكريم، سادة أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية سيدي داود، السادة موظفي وإطارات البلدية وعمال البلدية. هذا اليوم يعني نتشرف بدعوة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي لحضوره هذا الاحتفال، وهو إحياء اليوم الوطني للبلدية. وبدون ما نعاود نكرر ونشكر مكمل الإخوة على أهمية البلدية في تركيب الهيكل الإداري للدولة الجزائرية. يعني شيء هذا اللي شفناه اليوم فرح كثير، وخصوصا يعني فرحنا كامل بالناس اللي تكرموا، ولكن عمال البيئة والنظافة هما الأساس وهما العمود الفقري للبلدية. وهذه إن شاء الله السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي تحسب لك، ونقول من سن سنة حميدة له أجرها وأجر من عمل بها. وإن شاء الله هذه تكون الاستمرارية، ونتمنى التوفيق للجميع وبارك الله فيكم. بارك الله فيك على الحضور وعلى هذا التشريف. مع السلامة. الآن ننتقل إلى مجموعة أخرى لا تقل أهمية عن بقية المصالح، وهم شريان الحياة الاجتماعية في البلدية، اليوم سائقي الحافلات والشاحنات.
سائقي الحافلات والشاحنات مجموعات مجموعات من بداية تون دلال محمد عباس محمد دلال عباس محمد جيلاني محمد راك ديجا شوف لي العمر يتفضل رئيس البلدية رئيس مجلس الشعب البلدي السابق والدين وعرب رفقة ممثل المجتمع المدني لتكريم هؤلاء العمال الكرام. دلال محمد، عباس محمد، جلالي محمد، وسحنون علي. دلال محمد، عباس محمد، جلالي محمد، سحنون علي. إذا رئيس البلدية الحالي رفقة رئيس البلدية السابق وعرب نور الدين، وممثل المجتمع المدني زنود سفيان، يتشرفوا بتكريم هذه النخبة وأخذ صورة تذكارية. تحياتنا، شكرا. المجموعة الثانية بصحتك خويا بصحتك. المجموعة الثانية وكلي عبد الرحمن من سواق البلدية دائما، جلال أحمد، سعيداني حميد، ونسلي سعيد يحضروا معنا اليوم لتكريمهم السيد فضيل يمثل رئيس حزب المجاهدين، ورفقة لواج سيد لواج، مكلف بالتعمير سيد لواج، وكلي عبد الرحمن، جلال أحمد، سعيداني حميد، ونسلي سعيد، سعيداني حميد. يتم تكريم هذه المجموعة من طرف عمي فضيل رئيس منظمة المجاهدين بن سيد داود، والسيد لواج ممثل المشروع التعمير. نحتاج يديروا صورة جماعية، صورة تذكارية جماعية. هؤلاء السواق الشاحنات أو الحافلات أو المركبات يساهموا كثير في الأشغال اليومية في النقل المدرسي، وخاصة نقل التلاميذ إلى المدارس صباحا ومساء. نشكرهم على المجهودات اللي يبذلوهم. تحياتهم. النخبة اللي بعدها بدور عمر، معزوزي محمد، سلمي جمال، فرح محمد، قلبي جمال، معزوزي محمد، ودكتور عمر.
يتفضل بتكريمهم نائب رئيس مجلس الشعب يونس السيد حسين يونس، نائب رئيس مجلس الشعب البلدي السيد يونس حسين. إذا الدكتور عمر معزوزي محمد يشاركنا رئيس مجلس الشعب البلدي السيد لبنان عبد النور في تكريم هذه النخبة. معزوزي محمد كلمي جمال فرح محمد يونس تصور معه صور جمعيه فرح محمد كيش اللي كنت تصور معه روح من يونس هي منك ايوه فرح محمد مستلم الجائزة. يروح إذا تلاحظوا أمامكم شباب في مقتبل العمر خذوا المشعل وحلوا محل لغادرونا وخذوا التقاعد، وهذه هي الحياة. فكونوا خير قادة لخير سلف وكونوا في مستوى هؤلاء اللي غادروا التقاعد إن شاء الله. بعدها شكرا تحياتنا، شكرا المجموعة اللي بعدها رئيس مجلس الشؤون الاجتماعية غازي محمد يتشرف بتكريم نخبة أخرى من العمال سدود سعيد والعافر عبد النور، ما تبقى من مجموعة السائقين الحافلات والشاحنات. سدود سعيد شعبية كبيرة، سدود سعيد يحضر شعبية كبيرة. والعافر عبد النور رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية غازي محمد، رفقة رئيس البلدية صورة تذكارية. وجلالي السعدي يتفضل. يحيى عبد الجلالي تحياتنا. ننتقل للخرجة البلدية الآن. نورين محمود مطلوب على المنصة. نورين بتكريمه الآن. نورين محمود إذا ما التحقش بنا ونسبة أخرى إن شاء الله يدي التكريم تاعو. لا ننتقل أو نخرج من دار البلدية، ولكن نبقى داخل البلدية مع من شرفوا هذه البلدية بإنجازاتهم وببطولاتهم في مجال الرياضة. تكريم الملاكم زرقون حمزة من قبل مدرب منصر الوناس مرفوق برئيس البلدية زرقون حمزة يونس نائب بطل الجزائر في الملاكمة، ممثل عن بلدية سيدي داود، وهذا يرفع من شأن البلدية. ونتمنى يكون حافز لبقية
تفضل سيدي المدرب. ما هذا التتويج إلا ثمرة مجهودات اللي بذلها هذا الملاكم تحت إشراف المدرب منصر. انطباعك سيد المدرب عن هذا الانجاز اللي تحقق من قبل الملاكم الفتي الصاعد ان شاء الله. وعندنا واحد راه تلميذ شرعي في التعليم وعندنا تكنيك سيدي داوود تاع ملاكمين وجات لوكازيون باش نقول لكم على بعض استحملونا عبد اللطيف ربي يرحمه جا لوكازيون الملاكمه حنا درناها كي كنا ولايتي الزوف حوالي 85 ولا كنا درنا اخرى ملاكمه والان عندنا بطاله افريقيه بس شويه ان شاء الله هذه هي ليكيب ناسيونال ان شاء الله. هو الملاكم تاعنا اللي ما عرفتوش كاملين مصر احسن. مبروك عليك مبروك عليك. نعود الى تكريم السيد واكلي الناس. يتفضل بتكريمه السيد واكلي. يتكرم شخصيا من طرف رئيس بلديه والامين العام للدائره الظهريه وعضو مجلس الشعب البلدي دراس فريد. شكرا بارك الله. التكريم الان مع واش نقول لهم الرياضيه مبروك عليك المجتمع المدني زنود سفيان الجمعيات الرياضيه والثقافيه والمجتمع المدني وجمعيه الصيد البري من طرف بحلم جوان عضو مجلس الشعب البلدي. تكريم جمعيه الصيد البحري تكريم جمعيه الصيد البري. نعم الصيد البري وليس البحري. سيد جواد عضو مجلس الشعب البلدي يكرم رئيس جمعية الصيد البري مشكورة. الحاضرين يعصر الله الحاضرين كل واحد باسمه وراني فخور جدا يعني بهذا التكريم. والتكريم هذا لا يعني قلت عده مسؤوليات
وفي عمري 21 سنه، ولحد الان راني داخل في 70 ومازال لي ننشط، وتكون القدره ان شاء الله يعني باش نزيدو نكملوا نشطوا على جال الوطن هذا. لازم يشدوا المشعل يقودوا القدوه اللي قدنا فيها حنايا السبعينات. هذا ما يكونش. واول مسؤول تاع اتحاد الفلاحين على مستوى اتحاد الفلاحين على مستوى البلديه، كي كانت عندنا ولاد عيسى هنايا كان عندي المقر هنا في القصر. بهذه المناسبة أشكر عمي الجيلاني اللي راكم تشوفوا إنسان كبير ومازال العطاء مازال العطاء. وحنا بهذه المناسبة الجمعيات هي عنصر فعال في المجتمع، ويكذب عليك البلدية بلا جمعيات ما تمشيش. أنا ماذا بينا تكون القدوة منا من عمي الجيلاني، راه إنسان كبير ومازال والله العظيم كل ما نعيطوا له يكون عمره فلوس. يعني ان شاء الله الجمعيات الاخرى والجمعيات الناشئه ولا اللي راح تنشا تاخذ بعين الاعتبار كقدوه، وان شاء الله احنا نشوفوا البلديه كبلديه ان شاء الله في المستقبل تكون مليحه لنا، لان الجمعيات هي اللي راح تدير العمل الجمعوي، هي اللي راح تدير العمل التوعوي للشباب ان شاء الله، هي تأطير، باسكو التأطير يبدا من لاباز، واللاباز هي المجتمع، لاباز هي الجمعيات، هي الاحتكاك مع المواطنين. اذا كان الاحتكاك مليح مع شبابنا مع في ظل هذا الضغوط، في ظل الانحرافات، في ظل الشباب، انا من هنا ادعي الجمعيات انها تقوم بدورها، سواء الجمعيات الرياضيه على مستوى ولا الجمعيات الرياضات الفرديه راهم معنا الحمد لله، وراهم يقوموا بدورهم سواء الملاكمه ولا الكاراتيه ولا هذه الجمعيات راهي تليم الشباب، راهي تبعدهم عن المخدرات وعن الافات، وراهم يقوموا بدور كبير. ان شاء الله يكون هذا هو الهدف تاع الجمعيات تاعنا، ونمشيو نحافظوا على اولادنا، افونتوها اولادنا، وواجب علينا كجمعيات مسؤولين ولا كعمال نقدموا خدمه للشعب، هذه لا مفر منها، ونقدموا ونحافظوا على اولادنا ولا الجيل الصاعد اللي راه صاعد. شكرا. رئيس جمعية الصيد البحري تفضل باستلام شهادة شرفية. السيد حدبي مولود. إذا حضر معنا يتفضل. السيد حدبي مولود رئيس جمعية الصيد البحري. إذا كان غايب إذا كان حاضر يحضر معنا هنا السيد ممثل جمعية الصيد البحري. إذا ننتقل إلى يستأذن السيد النائب على صرف اللي عنده اشغال انشغالات كبيره، نشكره باسمكم، باسم بلديه سيدي داود، باسم مواطنين بلديه سيدي داود، لانه لبى الدعوه وجاب بلديه سيدي داود، وان شاء الله اغتنم الفرصه لانه ما ينساناش ان شاء الله في تدخلاته على مستوى البرلمان، ويرفع انشغالات المنطقه ان شاء الله على اعلى مستوى. نشكره باسمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بتواجدي بينكم. في الحقيقة لفتة طيبة وطيبة جدا جدا الكل، أنا أقول جميع عمال موظفي بلدية سيدي داود ومختلف عمال البلدية في ربوع ولاية والوطن ككل. إذا مرة أخرى أشكر سيد رئيس المجلس وكل أعضاء المجلس وكل القائمين على هذه المبادرة الطيبة. دمتم في خدمة البلدية وفي خدمة الوطن، حفظكم الله، بارك الله فيكم، السلام عليكم.
شكرا على الحضور وهذا الدعم. شكرا، بارك الله فيك. مجموعة من التكريمات بقت لنا، نحاول كيفاش نعجل حتى ما نتقلوش على الحضور الكريم. تكريم جمعية أحرار سيدي داود، تكريم جمعية أحرار سيدي داود بطرف عضو الشعب البلدي منصر حسن. جمعية وفاق الملاكمة، جمعية وفاق الملاكمة. تكريم أمين قسمة المجاهدين. تكريم رئيس النادي الرياضي للملاكمة الأوروبية من طرف السيد منصر حسين. إلى جمعية أحرار سيدي داود تفضل. جمعية وفاق الملاكمة أمين قسمة المجاهدين. النادي الرياضي للملاكمة الأوروبية. شكرا عمي فضيل، تحياتنا. جمعية وفاق للملاكمة، جمعية وفاق للملاكمة. رئيس النادي الرياضي بعده. النادي الرياضي للملاكمة الأوروبية. المجموعة الثانية الآن ممثلي المجتمع المدني، جمعية منتدى الولائي للمجتمع المدني، الشباب، السيد زنون سفيان، شهادة شرفية على مجهوداته. شكرا. النادي الرياضي للرياضات الفردية والجماعية، كحلي أحمد، كحلي أحمد. النادي الرياضي للهواة للرياضات الفردية والجماعية، إذا حضروا معايا كحلي أحمد، إذا كان غايب عذره معه. الجمعية الرياضية للاتحاد الرياضي ساحل بوبراك، الجمعية الرياضية للاتحاد الرياضي ساحل بوبراك، يتكرم من طرف رئيس مجلس الشعب البلدي. تحياتنا على اهتمامكم بالبراعم الشابة وتنشيط المواهب في منطقة ساحل بوبراك وسيدي داود، ومزيد من الإنجازات إن شاء الله. تكريم جمعية ترقية قرية قريبيصة، السيد حسين يتفضل. تكريم جمعية ترقية قرية قريبيصة، أحد الجمعيات الناشطة في منطقة سيدي داود. شكرا، مرحبا. يحضر معنا السيد حسين نائب مجلس الشعب البلدي، تفضل يونس، باعتباره أحد أبناء المنطقة اللي حولوا هذه القرية إلى تحفة ومثال يحتذى به في حماية البيئة وتزيين المحيط، ونتمنى أن تكونوا قدوة لبقية القرى والأحياء إن شاء الله. تكريم جمعية أطفال التوحد من طرف
عضو مجلس الشعب البلدي الأستاذ دراج فريد، ممثل عن رئيس جمعية أطفال التوحد الكائنة في سيدي داود، يتفضل دراج محمد نيابة لاستلام هذه الهدية من طرف السيد منصر. شكرا على اهتمام بهذه الشريحة من الطفولة. بالمناسبة الجميع مطلوب ومطالب، الجميع مطالب بدعم هذه الجمعية، جمعية التوحد، لأن أطفال التوحد في حاجة إلى بقية أفراد المجتمع، لأنهم من ذوي احتياجات خاصة، فلا بد من دعم معنوي ودعم مادي إن كان بالإمكان من طرف السلطات المحلية أو من طرف المجتمع، كل باستطاعته. وشكرا. تكريم الآن تكريم قائد الفوج الكشفي للكشافة الإسلامية من طرف زنود سفيان، يتشرف. شكرا. ونقول في هذا المجال كشاف كل مستعد. شكرا. أطفال سيدي داود في حاجة إلى هذه الجمعية الكشفية من أجل مزيد من التربية، مزيد من الانضباط وتعلم الأخلاق. تكريم جمعية بشائر الخير من طرف رئيس مجلس الشعب البلدي السابق نور الدين وعراض، الذي أبى إلا أن يبقى معنا، والذي قدم وأسهم في تنمية هذه البلدية. جمعية بشائر الخير تفضل أمامنا. رئيس جمعية بشائر الخير يتفضل معنا. نائب عليه ما كانش نائب، إذا نخلوا الهدية جانبا. يستلمها نيابة عنه رئيس البلدية الأسبق نور الدين وعراض من طرف رئيس البلدية الحالي السيد توكل عبد النور. شكرا. شكرا. غايبين استلمتها نيابة عنهم. شكرا. ممثل زاوية سيدي بشريف الأمين رئيس جمعية زاوية سيدي بشريف، إذا كان حاضر معنا يتفضل السيد غازي رابح باستلام هذه الشهادة الشرفية من طرف نائب البرلمان السيد دايم الله رابح ورفقة رئيس مجلس الشعب البلدي لبلدية سيدي داود. هذه الزاوية التي نتمنى أن تتلقى الدعم المادي والمعنوي من طرف السلطات المحلية والولائية والوحدة الوطنية حتى نبعثها من جديد، لأنها تمثل تاريخ عريق بالنسبة للبلد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيابة عن رئيس الجمعية وباسم أعضاء كل المكتب التنفيذي للجمعية الدينية نور العلم في زاوية سيدي عمر الشريف، نشكر المجلس الشعبي لبلدية سيدي داود على هذه الإضافة الطيبة، ونتمنى أن تتكرر هذه كل سنة ويدوم الخير على هذه البلدية إن شاء الله. فيما يخص جمعيتنا الجمعية الدينية لزاوية سيدي عمر الشريف،
الكل يعلم أن زاوية سيدنا عمر الشريف ضربت في جذور التاريخ في هذه البلدية، حيث يعود تاريخها إلى حوالي 3 أو 4 قرون مضت عن هذه البلدية. وهذه البلدية كانت منارة للعلم ونشر الثقافة الإسلامية. مر عليها عدة علماء كبار، من بينهم أبناء الشيخ عباس رضي الله تعالى عنهم رحمهم الله. كان منهم من كان ممثل لصوت الثورة الجزائرية بالمغرب، منهم كان من عميد مسجد باريس، كان منهم تخرج منها عدة مجاهدين على رأسهم الشيخ محمد بن ربيع الذي كان درس في الزاوية هذه وفي اندلاع الثورة. التحق بصفوف الثورة حوالي 35 طالب. الآن عندنا في بلدية رويبة مسمين عليه متوسطة محمد بن ربيع. هذا كان كذلك الشيخ بن حميدة من تيزاغويل اللي درس بحوالي 30 سنة. هذه الزاوية الكل يعلم أنها مرت بأجيال وأجيال تجوز عليها. الآن بعد المحنة اللي جالسة البلاد توقف عليها النشاط. الآن كانت جمعية حوالي من اليوم 2016 انطلقنا في ترميم الزاوية، وراهي في حاجة ماسة لإعانتكم والالتفات إليها، لأنها إذا كانت الجمعيات كنا نسمع تعتني بتربية الجسد وتربية الروح وتربية الذهن، فهذه الزاوية تعتني بتحفيظ الكتاب وتربية الأخلاق وتربية النشء وإنشاء العلماء إن شاء الله. نشكركم مرة أخرى وبارك الله فيكم. شكرا. شكرا للسيد رابع غازي ممثل عن زاوية سيدنا الشريف العريقة. الآن مع أبت مجموعة جمعية المنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب لبوبرداس إلى أن تكرم السيد رئيس البلدية توكال عبد النور بهذه الهدية وهذه الشهادة الشرفية التكريمية يقدمها له رئيس جمعية المجتمع المدني بريسي داود زنود سفيان تحت تحياتكم. شكرا. بارك الله فيك. ما هذا إلا تقدير لمجهوداتكم اللي تبذلوها بدعم هذه الجمعيات الناشطة على مستوى مدينة سيداوي. مجموعة أخرى وعرب حكيم، سدود محمد، سعيداني علي، يتم تكريمهم من طرف عمر الشعب الولائي معيوف أمين، يتفضلوا مشكورين. وعرب حكيم، سدود محمد، سعيداني علي، سدود محمد وعرب حكيم وسعيداني علي، يتفضلوا مشكورين. سدود سعيد، سدود محمد، سدود محمد، سعيداني علي، سعيداني علي، عمر قادوش، عمر قادوش، عباس محمد، عباس محمد ايضا. اروح عليك حشمت والله العظيم. سدود ابراهيم، سدود ابراهيم، يا ابراهيم قول انا وخلاص. كوسي كمال، كوسي كمال، ابراهيم انا ما روح ابراهيم تتصور. إذن وعرب حكيم، سدود محمد، سعيداني علي، قادوش عمر، عباس محمد، سدود ابراهيم، موسي كمال. تتفضل بتكريمهم جمعية المنتدى الولائي للمجتمع المدني والشباب بوبرداس. شكرا على هذه الالتفات الطيبة وعلى التكريم.
موسي خلاص ناديته ما كانش غايب. اذا نشكركم على صبركم معنا. ما بقاش الا القليل. ضيوفنا الكرام شرفونا بحضورهم، النواب المحترمين شرفتونا بحضوركم، ونشكركم على هذا الدعم المعنوي، ونتمنى دعم اكثر لهذه البلديه. نطلب الساده بنقريش خالد رئيس لجنه التربيه والتعليم في المجلس الشعبي الولائي، السيد النائب زياد خوجة عضو المجلس الشعبي الولائي، تفضل مشكورا. السيد معيوف امين عضو المجلس الشعبي الولائي، يتم تكريمهم من طرف رئيس مجلس الشعب البلدي البلدي سيدي داود السيد توكال عبد النور. ندعو الامين العام للدائره لاخذ الصوره، والسيد دايم الله لاخذ الصوره جماعيه. رفقة النواب خدير، سيد خدير، ودراج فريد، اعضاء المجلس الشعبي البلدي، تحية بارك الله فيكم وشكرا. إذا تصبروا معنا عمدة البلدية السيد توكال عبد النور يتم تكريمه السيد دايم الله رابح عضو المجلس الشعبي الوطني. تحت تحياتكم بارك الله فيكم. إذا كان يسمح لي رئيس البلدية ما نطولوش، احنا كرمنا اليوم أعضاء ورؤساء المصالح والمتقاعدين، لكن فئة يعني قد ما نكرموها ما نقدروش، فبغينا معنويا يخرجوا لنا بركة البلدية. كلمة يقولها لكم النساء العظيمات لبلدية سيداوود. وإذا كان مدفوع الصورة فعذرا على الصور، النساء يتفضلوا معنا بكل أمان من دون تصوير.